دكتور شريف، حضرتك كنت عايز تعلق على الكلام اللي اتقال في حقك من دقائق من الاستاذ زياد. اخي وحبيبي زياد، انا بشكرك جدا. الكلام اللي ما استاهلوش، انا لا استحق. والله تستاهل اكتر بكتير. اللي عارف حضرتك واللي عارف رساله يعرف حجم فضلك علينا كلنا. ربنا يخليك يا رب. والله انا لا استحق والله هذا الفضل وهذا الشرف، ربنا يبارك في حضرتك. ولكن اسمح لي اعلق. هو يعني انا فعلا اتعرض عليا اكثر من منصب في اكثر من حكومه، وبعضها مناصب وزاريه وبعضها مجلس شورى، يعني انا في كل المرات اعتذرت لاسباب مختلفه. يعني من اهمها على الاطلاق الحقيقه ان بالنسبه لي رساله، جمعيه رساله هي رسالتي وهي حياتي وهي بيتي وهي يعني انا ده اللي ما اعيش عشانه. انا عايش بصحى وبنام عشان اعمل، دي رسالتي، ده اللي عايز اعمله وده اللي عايز اعمله لمصر وده اللي عايز اقابل بيه ربنا. فمش عايز انخرط في اي شيء اخر. يعني في جزء ان انا مشغول بده. السياسه مش عيب، المناصب السياسيه مش عيب ولا حرام ولا حاجه خالص. وممارسه السياسه بالعكس، احنا قلنا استفدنا من الثوره ان الناس بقت بتتكلم في السياسه، ده حق الجميع. احنا مش بنقول السياسه عيب ولا حاجه، ولكن مش دورنا كرساله ان احنا ندخل في اي منافسه سياسيه، زي ما مش دورنا ندخل في منافسه رياضيه. ليس تخصصنا مش السياسه ولا تخصصنا الرياضه اطلاقا. فاحنا تخصصنا العمل الخيري التطوعي، ان الشباب يعملوا حاجه مفيده لهذا البلد. فده مستغرقنا تماما. والحقيقه فعلا من كل قلبي بشعر ان احنا بنقدم لمصر في ده اكتر بكتير من اي منصب ممكن يقدمه. لان احنا فعلا بنخدم اكتر من مليون مصري في السنه، وممكن يكون اكتر من 2 مليون. احنا فعلا بنبني اسقف وبنستر الناس زي ما هم بيقولوا لنا. يعني كان ما ست قالت لنا ربنا يستركم زي ما سترتوني. الدعوه دي بالدنيا كلها بجميع مناصب العالم. اصلا لما حد يقول لك ربنا يستركم زي ما سترتوني، مناصب ايه ده؟ انا كده يعني احنا في لذه لو علم بها الملوك، بيقولوا لجلدونا عليها بالسيوف. ده ما فيش اجمل من كده في الدنيا. احنا بنوصل ميه للناس، الناس بتشرب ميه عشان الشباب بتاعنا بينزل يحفر الارض. احنا بنقوي اطفال الشوارع وبندخلهم المدرسه. طب ينفع تعمل رسالتين ثلاثه تانيين؟ والله مش بهزر. يعني ينفع مؤسسه رساله تستنسخ، يعني تساعد ناس تانية انها تعمل رساله تانية وثالثه؟ اهلا وسهلا، اهلا وسهلا. طبعا. ممكن اسال حضرتك سؤال يعني تاني؟ اتفضل يا فندم. لو حضرتك على راس هذه الدوله، هتبني كام سقف؟ وهتوصل كام ميه؟ وهتلهم كام شاب؟ وكم واحد هيدعي لك؟ انا خايف ان لو على راس هذه الدوله ما ساعدش حد خالص. ما افضاش. اللي بيشوف اللي بيحصل في العالم السياسه المصريه لا مشفق طبعا على اي حد بيمسك منصب سياسي. ده الوقت بيضيع في مهاترات. لا انا عايز اشتغل. ده بالعكس، انا في رساله ما حدش واجع دماغي. فبنشتغل كل يوم بننجز حاجه على ارض الواقع. كل يوم التعبير ده انا بشتغل كده في السياسه ما فيش. بنشتغل. لكن ايه كميه المهاترات دي؟ والناس بتمنع، مش عارفه لسه اقرا الجورنال حادثه البطرشين وحادثه البتاع مش عارف ايه. بيحاصروا مجلس الوزراء عشان حاملي الماجستير والدكتوراه مش لاقيين شغل، وبيحاصروا مجلس الوزراء عشان قانون الايجارات القديمه. يا نهار لا يا عم، انا عايز اشتغل. عايز اسالك سؤال يا دكتور شريف. حضرتك لما جيت تعمل جمعيه رساله اخذت وقت قد ايه في الموافقات الامنيه والاداريه والوزارات والكلام ده كله؟ يعني خدت فتره طويله ولا المساله كانت سهله؟ احنا مشينا بالسكه الطبيعيه، ما كناش هنشتغل اصلا. فرحنا جبنا واسطه. كان ليا صديق وكانت حماته وزيره الشؤون ساعتها، ربنا يبارك فيهم. يعني هم حلوا لنا المشكله في يوم. يعني احنا اشهرنا جمعيه في يوم، قعدنا 3 4 5 اشهر ما فيش خالص. انت لو مشيت في السكه الطبيعيه ده 4 اشهر. ده انا اعرف ناس قعدت سنه ونص بتحاول تعمل جمعيه اقل كتير جدا من الرساله. فانت النهارده واحده من مكسبات الثوره انك بتعمل الجمعيه بالاخطار. فبالتالي عايز اقول يعني لازم برضو في روح انا يعني قلقان منها انها تستبد بينا فتوصلنا للياس المطلق، وهو احنا ما عملناش اي حاجه. لا يعني بس ناخد نفسنا بالرحمه شويه. اتفضل يا دكتور. انا بس عايز اكمل الحقيقه ان دعونا نعمل. يعني انا كل امر دعونا نعمل. ان عايزين يعني في كذا حاجه عايز اقولها. اولا ان عايزين نقول للشعب ان بناء مصر مش السياسه بس، بناء مصر بالمجتمع المدني، بناء مصر ان كل واحد فينا يقدر يبني مصر. بل الحقيقه بندعي ان في العمل الاهلي وعمل الجمعيات وعمل التطوعي بتاع الشباب ان احنا بنخدم مصر اكتر من المناصب السياسيه بكتير. لان احنا بننزل على ارض الواقع وبنحل مشاكل الناس. ده سياسه، ده بناء مصر. هو ايه المطلوب؟ الهدف اصلاح مصر. نحن الحمد لله بنصلح مصر. اذا كان هي دي السياسه وانا اؤمن ان هي دي السياسه العمل في المجتمع لمصلحه الناس. فنحن نمارس السياسه بهذا المنظور، من منظور اصلاح حياه الناس، من منظور حل مشاكل الناس. فاحنا بنعمل كده. فخلاص ليه منصب سياسي؟ ما احنا اوريدي عندنا منصب الحمد لله. احنا بنشتغل، بننزل الشارع نصلح في حياه الناس. دي حاجه. الحاجه الثانيه كمساله شخصيه، عايزين نقدم قدوه في هذا البلد للزهد في المناصب. ان يا جماعه ايه ده؟ إيه؟ عايزين نبني البلد. خلينا نبطل بقى يعني لا الزهد في المناصب. لازم الناس تزهد في المناصب. الناس اللي عايزه تشتغل بجد انزل اشتغل بجد. لا يعنينا منصب ولا يعنينا كلمه ولو كفء للمنصب ومش شرط روح المنصب بس يعني المنصب مش يعني لازم يبقى في قدوه ان لا ممكن تزهد في المنصب وتنزل تخدم الناس. صح. عايزين ثقافه اخدم الناس، اخدم البلد دي.
ما نقعدش ندور على مناصب. الناس يعني في ناس بيتكلموا على ان في ناس عايزه منصب وخلاص. نعم. ويمكن لو اتعرض عليه منصب اقل مش هيرضى. يعني كلام كتير بيتقال في البلد كده، عايزين نقدم قدوه، لا مش منصب ولا اسم ولا رئيس ولا نائب ولا وزير ولا اي حاجه في الدنيا، بننزل نخدم الناس بدون اي القاب. نعم. خلينا نخدم الناس، عايزين الشعب كله يتعلم، انزل اخدم الناس، دي القدوه اللي عايزين نقدمها للمجتمع. تمام. ده من ناحيه ثانيه الحقيقه انا عايز حاجه من الحكومه وعايز حاجه من الشعب، ان هم يسيبونا بقى نشتغل في صمت، يعني يسيبونا نشتغل. الشعب الاستقطاب الحاد الرهيب الموجود في بلدنا بيطولنا احنا ناس لا نهدف لاي شيء ولا نعمل في السياسه ولا نعمل في اي شيء، وزي ما بقول لك بنرفض المناصب وبنشتغل في حياديه. ده احنا حتى عندنا اسر طلابيه في الجامعات باسم رساله بعد الثوره، طبعا ده كل دي مكتسبات الثوره، ما كانش ممكن قبل الثوره نعمل اسر باسم رساله. كان امن الدوله بيبص لنا ان انتوا عندكم شباب كتير يبقى انتوا لكم هدف، احنا لا نملك لنا هدف. فكانوا هم ما بيسمحولناش باي عمل وسط الطلاب، ناخد الطلبه تخدم البلد، ينزلوا يبنوا اسقف وينزلوا يوصلوا الميه، كنا بنمنع من ده. بعد الثوره الحمد لله في جو حريه، فبنفتح اسر كتير. الاسر في انتخابات في الجامعات، رفضنا ندخل انتخابات، احنا مش عايزين اسمنا يرتبط حتى بالمنافسه حتى للطلابيه، احنا عايزين اسمنا يرتبط بالحياد وان احنا بتوع خدمه وبس، نحن نخدم ونخدم فقط. فده الروح، ده اللي بنعمله يا جماعه، نحن نخدم هذا الشعب وليس لنا اي مطمع ولا حتى الانتخابات الطلابيه هندخلها، ان احنا محايدين تماما وليس لنا اي علاقه في اي منافسه من اي نوع، احنا بننزل نساعد الناس في الشارع. بس سيبونا في حالنا بقى. الاستقطاب بقى ايه؟ تدخل على الفيسبوك يقول لك حاطين لسته اسمها قاطعه منتجات الاخوان، حاطين اسمنا فيهم. الحقيقه ده حد بيعمل كده لغرض سياسي، احنا لسنا من الاخوان المسلمين ولا من اي تيار سياسي بعينه، مع الاحترام للجميع، مع احترامنا لجميع الفصائل والتيارات السياسيه، ولكننا لا ننتمي لاي فصيل، لم ولن ننتمي لاي فصيل. فليه الناس بتعمل فينا كده؟ وليه بيحطونا في صراع سياسي؟ وليه ليه تشوف نموذج ناجح وتحاول تسقطه لهدف سياسي ما في بعض نفوس بعض الناس؟ حاله استقطاب حاده جدا ومؤلمه جدا. مره مش عارف كان ايه الدكتور البرادعي زارنا فحطينا صورته، فالناس اتصلت تشتمنا، انتوا ازاي تصفوا البرادعي؟ احنا لا عاجب اخوان ولا عاجب برادعي ولا وائل غنيم، مره مش عارف شتمونا، احنا شتمنا في كل اتجاه. تجيب وائل غنيم يشتموه، تجيب البرادعي يشتموه، عمرو موسى احنا شتمنا في كل اتجاه، يعني مش نافع اي حاجه في البلد. ايه الاستقطاب الرهيب ده؟ الحاجه الثانيه الحكومه تسيبنا في حالنا، يعني او تساعدنا، يا ريت الحكومه تساعدنا. احنا مش عارفين، انا بقول كده لازم الحكومه منبرك على الهواء، احنا بنينا مدرسه تكلفت 20 مليون جنيه مش عارفين ناخد ترخيصها الى الان، عشان في خلاف على 500 متر، والارض اصلا تبرع من محافظه القاهره، ففي 500 متر اتاخدت بالغلط، فالى الان مش عارفين نرخص المدرسه بعد ما صرفنا 20. يا جماعه مش عايزين تصلحوا التعليم؟ احنا عاملين مدرسه ما حصلتش، مدرسه مثاليه، يا جماعه ادونا ترخيص. وزاره التعليم مش عايزه تدينا 500 متر، والابناء التعليم مش عايزه تدينا. يا جماعه ده هو المصلحه فين؟ المصلحه ان ال 500 ما تديني 500 متر، ما انا واخد الارض اصلا تبرع، كمل لي جميلك. ده الجزء اللي ما اتغيرش بعد الثوره. خليك حضرتك ايه، اتفرج على الناس الاقل خبره واقل كفاءه بيديروا المشهد، واحنا نقعد ايه نتفرج مع بعضينا ونستنى. لا قول زي ما انت بس فعلا يا جماعه، وزاره التعليم مش عايز تدينا 500 متر، محافظه القاهره مش عايز تدينا 500 متر. شوف حضرتك، هي اصلا خدناها تبرع في عهد مبارك، مش عارفين ناخد ال 500 متر بعد الثوره. شيء غريب جدا، عشان بتنزل لاصغر موظف في المحافظه يقول ده ضد القانون. قانون ايه؟ دي برضه ملكيه محافظه، انت تديهاني تبرع وتيجي تساعدني كمان. في حاجه غريبه بتحصل في البلد لم تتغير بقى. ده الجزء الثاني او جزء من مشكله مصر الحاليه، ان احنا لا نفهم الديمقراطيه اللي المفروض الثوره اتت بها الينا على طبق من ذهب. نحن لا نفهم يعني ايه الديمقراطيه. معلش اكرر، الديمقراطيه هي سياده الشعب، وليست سياده رئيس الجمهوريه، وليست سياده المحكمه الدستوريه، وليست سياده القانون، سياده الشعب. الشعب بيضع القوانين اللي تلائمه. الشعب هو السيد، وهو الذي يضع القوانين، وهو الذي يحدد من هو الرئيس، وهو الذي يحدد صلاحيات الرئيس، وهو الذي يحدد صلاحيات المحكمه الدستوريه، وهو الذي يحدد كل شيء. وليست هيبه الدوله هيبه الرئيس، ولا هيبه المحكمه الدستوريه، ولا هيبه القضاء. هيبه الدوله هيبه كل انسان، كل مواطن في هذا البلد. نحن جميعا اصحاب سياده في هذا البلد، وبالتالي يجب ان نتعامل كاصحاب سياده. يعني الاسلاميين في مصر اصحاب سياده، المسيحيين في مصر اصحاب سياده، الليبراليين اصحاب سياده، المجانين اصحاب سياده، اي حد اصحاب سياده، اي حد مواطن مصري هو صاحب سياده. المشكله اصحاب السياده يتعاملوا مع بعض ازاي؟ لازم نحترم بعض كاصحاب سياده. يعني احنا قاعدين، احنا ملاك، نحن اتحاد الملاك، هذه البلد ملكنا وملك كل واحد فينا، وهيبه الدوله بهيبه كل واحد فينا. نتعامل معا ازاي؟ لما نختلف، ما احنا هنختلف، اصحاب سياده ولكن بنختلف. كيف يتعامل اصحاب السياده مع الاختلاف؟ نحتكم الى صناديق الاقتراع، نحتكم الى الصندوق. طب انا مش موافق على اللي جاي في الانتخابات وحاسس انه بيعك، خلاص اجهز نفسي الانتخابات اللي بعديها، مش هنزل اقول هكسر الدنيا وهعمل ثوره جديده، لا خلاص ده جيب الصندوق. لا، اصحاب السياده يحترموا النتيجه دي، استنى الانتخابات اللي بعديها وخلاص. انا بختلف مع الرئيس محمد مرسي في عده اشياء، انا كشريف كشخص، رساله مالهاش دعوه بالسياسه خالص، شريف كشخص بختلف مع اللي حصل في الاعلان الدستوري وفي الاتحاديه، ولكن لا يمكن ابدا اقول نسقط شرعيته، لا طبعا، كلام غريب جدا. هو الرئيس المنتخب وسيظل لحد ما تنتهي مدته الرئاسيه طبعا، ومفيش حاجه اسمها الوقوف ضده، رغم اني مختلف معاه تماما فيما فعل. المحكمه الدستوريه انا مختلف تماما مع حل مجلس الشعب مثلا من الاول، واعتبر ده خطا جسيم، لا يمكن ابدا المحكمه الدستوريه تعمل كده، وشايف ان دي ماساه اصلا اللي حصل ده، ولكن مش نحصر المحكمه الدستوريه.
جرائم بترتكب، جرائم بيرتكبها الاسلاميين والليبراليين، وايه ده ايه ده ليه كده؟ اصحاب السياده لا يتعاملوا بهذا الشكل. من حق المحكمه الدستوريه انها تعمل اللي هي عايزاه، وعن حقي انتقدها، لكن مش من حقي امنعها من العمل واحاصرها وامنع الناس من الدخول. في حاجات غريبه بتحصل، اصحاب السياده لا يتعاملوا بهذا الشكل. يا ريت نتعامل كاصحاب سياده، ان كلنا اصحاب سياده، مش حد تاني صاحب السياده. صاحب السياده انا وانت وكل واحد فينا، وكل واحد ماشي في الشارع، واللي بيشتمونا اصحاب سياده، وكل واحد في مصر صاحب سياده. نتعامل بهذا المنطلق. اصحاب السياده مشكله مصر ايه بقى؟ اصحاب السياده دول بيشتموا بعض، بيضربوا بعض. عندنا مشكله بقى، احنا عاملين بالظبط هو المبدا راس المال الاجتماعي، الناس ما تشتمش وما تضربش بعض في الشارع. احنا في مصر للاسف ممكن جدا تلاقي اتنين، واحد كسر التاني بالعربيه، تسمع ابشع الالفاظ. للاسف الحياه السياسيه بتدار كده. الناس بتنسى تضرب. انا مره في الشارع شفت الكورنيش واقف 3 كيلو وناس عماله تضرب بعض في الشارع. العربيتين اتخانقوا مع بعض، نزلوا ضربوا بعض، عطلوا 3 كيلو الوف السيارات عشان الناس بتضرب بعض ضرب بالايدي. هو ده المستوى اللي بتدار بيه السياسه في مصر، ان احنا للاسف الشعب ده الناس مستعده تضرب بعض في الشارع. هي نفس المرض اللي بيخلي الناس مستعده تضرب بعض عشان خلاف على سواقه العربيه في الشارع، مستعدين يضربوا بعض على خلاف سياسي. عندنا هو ده الاصل في الاشياء. احنا مش بنحترم بعض للاسف. مش كل الناس، بس نسبه كبيره من شعبنا مستعده تتخانق في الشارع، مستعدين يضربوا بعض. الجيران مستعدين يضربوا بعض عشان اماكن الركن، ويحطوا سلاسل ويتخانقوا مع بعض كل يوم عشان ما فيش مكان للركن. بالمنظور ده احنا مش عارفين نعيش. احنا محتاجين ان نحترم بعض، نحترم ان احنا اصحاب السياده في هذا البلد، ونتعامل باحترام وبحب. انا ده بقول الناس حقيقه، انا قعدت 8 سنين في كندا ما شفتش خناقه في الشارع، لم اراها، يعني لم ارى مره واحده الناس بتتخانق مع بعض في الشارع. مجتمع متخلف محتاج. دايما اسال سؤال، احنا بتقعد في مصر قد ايه؟ انا معلش هسال سؤال، ممكن تقعد في مصر قد ايه لو بتنزل الشارع، تنزل وسط البلد، تنزل ميدان الجيزه والعتبه، ممكن تقعد قد ايه ما تشوفش خناقه؟ يعني صعب. لا صعب. يعني كل قد ايه؟ لا يعني صعب. كل ساعه، كل ساعتين، في ناس بتقول لي كل 3 دقائق، ناس بتقول لي كل اسبوع، حسب انت بتروح فين. بس لا، ايه كميه الخناقه؟ احنا بنتخانق في الشارع. عندنا مشكله يا جماعه، لازم نحترم بعض، لازم الناس تحب بعض، تحترم بعض، احترم ده ادمي زيه زيك، وانه صاحب البلد دي، وانه صاحب سياده في هذا البلد. لكن احنا بنتعامل مع بعض مع منطق ان انت لو ضايقتني اشتمك واضرب. ايه ده؟ احنا محتاجين اعاده تربيه من تحت. الشعب ده محتاج اعاده صياغه واعاده بناء اخلاقي، ان نحترم ادميه الاخرين، ونحترم حقهم في ابداء رايهم، وان نحترم رايهم في انه يعتنق المذهب الذي يشاء، والدين الذي يشاء، والعقيده التي يشاء، وانه يعبر عن ده. احنا لسه عندنا مشكله كبيره جدا في ده جزء من موضوع الثوره الاجتماعيه، موضوع كبير جدا، ولكن الناس ما تضربش بعض في الشارع. لما نتعود نحترم بعض وما نضربش بعض في الشارع، هنتعلم نحترم بعض كاصحاب سياده في السياسه، ومش هنسمع المهاترات السخيفه دي. انا الفيسبوك بشوف الفاظ على الفيسبوك، ايه يا جماعه ده لا يليق ابدا. والاختلاف يؤدي الى ابن كذا، ابن كذا، ليه كده؟ دي اقل حاجه، ده شيء مذهل، والفاظ بشعه، الفاظ ما تتقالش. بقالك كتير بتخش في فيسبوك. ما انا مش لا انا بس لما حد تطورت اكتر من تركيبات جديده. ايه ده؟ كل واحد بيشتم على الفيسبوك، اتقي الله، حرام عليك، البلد هتضيع. انت بتجرم في حق البلد بالالفاظ اللي بنستخدمها دي. اشكر حضرتك شكرا جزيلا. بشكر